ما تقولوا لي والو، لازم تجربوا هذو المملحات، هبلوا عليهم اليوم باش نسحقوا لاباط. 150 مليلتر ماء دافي، 150 مليلتر حليب، أو ما يعادل كاس إلا ربع، ملعقة كبيرة سكر، ملعقة كبيرة خميرة الخبز، ونخليهم يخمروا شوية، ونزيدوا رطل فرينة 500 غرام والملح، نعجنوا شوية، ونزيدوا 2 مغارف كبار زبدة، ونزيدوا نعجنوا لاباط تكون تتلصق معليش، ونخليوها تخمر. أنا لافارش نتاعي واش درت فيها لو طون، درت لي كورنيشون، درت البصل، درت مايس، درت المعدنوس، تقدروا تزيدوا البيض، لا طوماط، تقدروا ديروا واش تحبوا، لو فرomاج ا شوية سيترون، شوية ملح، l'huile d'olive، وتقدروا تزيدوا لا مايونيز. بالنسبة للحشو ديروا واش عندكم، واش تحبوا تاكلوا. نديكازيو لاباط نتاعنا، نشكلو كريات صغيرة، نقسموها إلى كريات، دونك نخدموهم هكا، ومن بعد نعاود نفتحوهم بهذه الطريقة ونشكلو على شكل، على هذا الشكل دي نافيت، ومن بعد نحطوهم فوق لو بلا. راكم تشوفوا كيفاش شكلتهم، ولا تقدروا ديروا كريات تو كور يسيتو، ومن بعد ندهنوهم، ما نخليهمش يخمروا ديريكتومون بالصفار بيضاء والحليب، ونديروا الزرار اللي تحبوهم من الفوق، ونحطوهم على 200 درجة من الفوق ومن التحت، ويطيبوا بالخف. وشوفوا لي زامي النتيجة هايلة فارغة من الداخل. ونديروا الحشو ونقدموهم، هبلوا عليهم ياكلوا، يقولوا غدوة تعاودي لنا الوصفة. صحة فطوركم.